اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. معانا النهارده فيديو جديد ومنتج جديد ضروري جدا ومهم جدا لكل واحد بيستخدم الموبايل بتاعه. اكتر مشكله بتقابلنا هي ان الكابل بتاعك بيقطع، فاحنا جايبين لكم منتج النهارده عباره عن شرينك. ايه هو الشرينك دوت؟ هي قطعه مطاطيه سوسته بتركب في اول الكابل الشحن او كابل السماعه، والناحيه التانية اللي بتبقى في راس الشاحن. طريقة التركيب سهلة جدا وبيحافظ على الموبايل بتاعك او الكابل بتاعك من القطع. طبعا كلنا عارفين ان الكابلات الاصلية بتبقى جودتها عالية جدا، بتشحن الموبايل بسرعة جدا، وان انت عشان خاطر تجيب كابل تاني اصلي ده لو لقيت الاصلي هيكون تكلفته عالية جدا. فجبنا لكم المنتج دوت اللي هو هيحمي موبايلك من ان هو يتقطع بالمنظر ده. طريقة التركيب سهلة جدا. الباكت بيبقى باكت صغير كده، بيجي معاه 4 قطع. ممكن تستخدم 2 لسلك الشحن و2 للسماعة. وهنشوف دلوقتي طريقة التركيب ازاي، وايه اللي بيحصل لو انت ما استخدمتش القطعة ديت اللي هي الشرينك اللي بيحمي الكابل بتاع الشحن. ده كابل شحن اصلي. لو ناخد بالنا هنا من كتر الاستخدام بدأ يقطع، فعشان ما توصلش للمرحلة دي احنا بنجيب قطعة اللي هي اسمها الشرينك، بنركبها بالطريقة دي كده، ونبدأ نلفها بالطريقة دي كده. بس كده. في الحالة دي هي بتحمي الكابل بتاعك ان هو يلف بطريقة قوية جدا، وتحميه ان هو يقطع من المنطقة دي. هنجيب برضو الناحية التانية، هنلاقي برضو نفس المشكلة ان هو الكابل بيقطع من هنا بسبب الحركة الزيادة. دايما بنلاقي ان الكابل بيتقطع من المنطقة دي، فاحنا بنركب الشرينك بالطريقة دي ونبدأ نلف بالشكل ده، ويبقى شكل الكابل بالطريقة دي. وكده هتحافظ على الكابلات الاوريجينال بتاعتك من القطع، ويبقى هتخلي عمرها يزيد لفترة اطول. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة للقناة عشان تشوفوا كل جديد وغريب. وحاولوا تكتبوا لنا في الكومنتات تفتكر سعر الشرينك ده كام. شكرا.